السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أيامكم بكل خير، تقبل الله منكم الطاعات. أنا في مقبرة العود في زيارة الوالد، الله يغفر له ويتجاوز عنه. لما جيت المقبرة يا أخوان وجدت هذا الأخ الفاضل الكريم. أنا توقعت يزور أمه ولا أبوه، سألته من يزور هنا. تأثرت لما عرفت أنه يزور عمه وبشكل مستمر، ويجي من أقصى الرياض عشان يزوره، لأن عمه ما عنده أولاد، تزوج ومات. من زمان متوفى يا أخوي محمد؟ إيه، من سنة تقريبا من شهر أغسطس 97، من 20 سنة تقريبا. 20 سنة. وتزوره بشكل مستمر، سبحان الله. إذا ممكن تحكيها بطريقة غير مباشرة، إنه الحكمة من الزيارة كمان غير إنه صلة رحم واجبة علينا. الله أعلم بكرة بس ننتقل للدار الآخرة، إنه الله الحكمة من زيارتي كمان غير إنه صلة رحم، إنه بس ننتقل للدار الآخرة على أمل إن شاء الله يبعث لنا حناية يترحموا علينا، الله. سواء يكونوا قريبين أو غرب. صراحة هذا الأخ الفاضل مدرسة في الوفاء، أعطاني درس صراحة قوي، درس قاسي. شوفوا قريبكم اللي ماتوا واللي ما حولهم عيال ولا عيالهم ضايعين، تعاهدهم بالدعاء، تراهم محتاجين، والله محتاجين. دعوة، استغفار، صدقة، الله يغفر لهم ويتجاوز عنهم، الله يتوب عليهم، اللهم نور عليهم في قبورهم. قربت من قبر الوالد، الله يتجاوز عنه. ورد في الأثر أنه يستبشر الآن، وأن اللي حوله يبشرونه. جاء ولدك، ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله، الله يغفر لهم يتوب عليهم. الحين الأمور واضحة عندهم، الحقائق اتضحت لهم بالكامل، لكن ما عاد يمديهم يشتغلون. اللي قال لهم تمنوا أي شيء تتمنون بيحقق لكم. طلباتهم ما راح تكون دنيوية أبدا، طلباتهم كلها أخروية، تسبيح، استغفار، ذكر، صدقة.